السلام عليكم. من كلام الإمام الحسين سلام الله عليه: من كان باذلا فينا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا. هاي الكلمة عجيبة، دعوة الإمام الحسين سلام الله عليه. طبعا الأئمة ما يحجون كلام اعتباطي، كل كلمة يخلوهم مكانها الصحيح. هاي الكلمة وين قالها الإمام الحسين؟ هي طبعا دعوة للخلود ومو مجرد عبارات ونطلع قبل، خلني شوي نفككها. الإمام الحسين قالها من طلع من مكة إلى كربلاء. طبعا هاي دعوة غريبة من قائد المفروض يريد ياخذ حكم. هذا القائد هذا القائد عادة القواد ما يطلعون والقادة يظل يأملون بالناس. شلون هسه بالانتخابات يعملون، يعطوهم صوبات، يعطوهم كارتات، هذا همين يعطيه مدير عام، هسه يعطيك ناقة، يعطيك شيء. لا يعني شنو موطن نفسه على لقاء الله فليرحل معنا. يعني باذلا فينا مهجته، تعال يعطينا قلبه ويعطينا روحه. ابو عبد الله جسه وانت طبعا فد شيء غريب انه اني واحد اقول له انا راح استلم حكم، تعالوا وياي، لانه هذا الحكم راح ناخذ روحك من يمك، انا المن طالع وياك. هو هذا اللي يريده الحسين سلام الله عليه، اللي يقول لي المن طالع وياك ما اريده. القياده هنا قياده الهيه، مشروع الهي كبير. المشروع الالهي وعد النبي سبحانه وتعالى انه حتى ينجح اول شيء تكون صادق مع الجماهير. بعد انت ما تتوقع انه تروح للشهاده راسا، هذا ماكو يعني بالاسلام. هذا البرج الجسر تمر به بمراحل وبمحطات وسيطرات كثيره. يعني حتى انت توصل الى مرحله الشهاده اللي رادها الحسين، تقول له انا اريد اصير شهيد، يقول لا مو هيك الموضوع. لان الامام علي شو يقول؟ ان الجهاد باب فتحه الله لخاصه اولياء، مو يعني يصير مجاهد. لذلك شوفوا وايد قصه الجهاد ويوقع، تحول الى حرامي، يتحول الى سارق، الى قاتل، ما له علاقه بالجهاد. فالحسين سلام الله اراد يسوي الفلاتر، قال ما انا طالع هسه خاف قسم من الاعراب انتم جايين تتوقعون انه انا راح احصل حكم وانطيكم مكاسب، لا انا راح اخذ ارواحكم. وبالفعل آلاف اللي كانوا طمعانين جايين، وفي كل مكان ذول الناس المنافقين والطمعانين، وهو كانوا مع الرسول. وحاليا احنا نشوفهم بحياتنا، من تكون انت في منصب في مكان مهم، شوف المحيطين بك كثر، من يروح منك المنصب تروح هاي الكثر، يبقوا بس المخلصين. زين، انا من اجي كقائد وايش تصير دعوه للموت، شلون اتوقع من المحيطين بي يبقون وياي؟ هاي نقطه مهمه اعتقد. مو حسب فهمنا للحياه والموت، احنا راح نموت لو ممكن نخلد؟ لا طبعا، انك ميتون انهم ميتون. زين، انا يجوز ابقى لي في السنتين ثلاثه، لا كل واحد بيومه يموت، لكن نهايتي انا ابصمها، انا اختار. هو هذا راد الحسين سلام الله عليه، راد يقول لنا انه ترى مو كل واحد يجيب انتم عبالكم انتم متفضلين يجون، لا اكو شروط عندي حتى واحد يلتحق بي، اللي هو الصدق مع النفس والبصيرة، مو البصر، اكو بصر واكو بصيرة، اللي هو الاطمئنان النفسي مع سبحانه وتعالى. حتى توصل مرحلة الشهادة، انت شلون فاهم الحياة؟ ودا نشوف هسه بالشهادة الآن، انت شلون فاهم هاي الحياة؟ فاهمها انه انا اريد احس بالسعادة وتونس وسيارات وموبايلات وسفر، وتالي نص متر ترى، لو يحصلوا القبر لو ما يحصلوا لك. لكن انت تموت، اكو بعض الناس تموت وهي في الرذائل وفي المنكرات، واكو واحد يموت في سوح المعارك. انت شلون فهمت؟ الحسين فهمهم قال لهم لا راح اقول لكم هاي الشهاده انه انت ما راح تموت. شلون ما يموت؟ احنا ما عندنا موت، احنا عندنا انتقال من مرحله الى اخرى. الروح باقيه، كمسلمين نعتقد ان الروح هاي باقيه، الموت للجسد فقط. ونعتقد انه احنا من يموت الانسان نغسله ونكفنه، الا الشهيد في شرط انه يستشهد في ساحه المعركه. اذا استشهد يعني جرح بساحه المعركه وسحبوه خارج المعركه واستشهد، هو يعتبر شهيد، لكن لا يغسل ويكفن. ليش؟ لان يقول هو احنا ليش نغسله الميت؟ يعتقد هو صار غير طاهر فنريد نطهره بالماء. لا، الشهيد الدم مالته اطهر من الماء، ونذب الملابس مالته صارت هاي نجاسه بيها فنكفنه. لا، ملابس الشهيد اطهر من الكفن، لان مرحله عاليه هاي الشهاده، مو كل واحد يجي بيها. فالحسين راد يلتقطهم خلاهم شروط انه انتم ما عندكم ديون، ما عندكم مشاكل مع الاخرين، ما عندكم غيبه، ناس مؤمنين صادقين، تجون للموت
كما قال أكبر استئناس الطفل بثدي أمه، قد يستأنس الطفل بثدي أمه، وهكذا كان محيطي الحسين سلام الله عليهم كلهم شهداء يستحقون هاي المنزلة العالية اللي كانت الأعلى في درجات الأولين والآخرين. السلام عليكم.